أصعب شي بالفراق مو اللحظة اللي بتنتهي فيها العلاقة، الأصعب هو اللي بيجي بعدها. بعرف شعور الصمت، بعرف الغياب كيف بيمشي وراك مثل ظل تقيل بكل زاوية من حياتك. بتحس إنه في شخص أخد معه جزء منك ومشي وتركك عم بتدور حوالين نفسك. العقل البشري غريب، لما نخسر حدا بيصير يشتغل مثل مخرج السينما، بيعمل مونتاج وبيشيل كل المشاهد السوداء وبيترك بس اللحظات الحلوة. بتلاقي حالك تتذكر أول كلمة حب، أول ضحكة، أول حضن، وبتنسى الإهمال وبتنسى الدموع وبتنسى الليالي اللي كنت عم بتنام مكسور فيها. فجأة بتصير بتسأل نفسك يمكن كان منيح، يمكن أنا غلطت. الحقيقة أنت عم بتعيش الوجع بأوضح صورة، بس الذاكرة خانتك مثل ما خانك هو وخان وعده إلك. خليني أحكي لك شو عم يصير جواتك هلأ. أنت كنت عايش مع شخص يمكن مؤذي، يمكن بارد، بس كنت بتعرف كيف بيحكي، وين بيروح، شو بيحب، شو بيكره. كنت عايش بنظام حتى لو كان بيوجع. بس اليوم صرت لحالك قدام مجهول واسع، ما بتعرف شكل المستقبل ولا إذا رح تلاقي حدا يعبي هالفراغ. وهون بصير الماضي أهون من المجهول، وبتتمسك فيه مثل سجين ماسك قضبان الزنزانة، مع أنه الحرية ورا الباب. أحيانا نحن ما منحب الشخص نفسه، نحن منحب شعور إنه في حدا موجود بحياتنا، حدا عم يسأل وينك، كيفك، شو عملت اليوم. ولما يمشي ما بيمشي معه صوته وبس، بيروح الروتين كله. فجأة ما عاد في رسائل الصبح ولا مكالمات بالليل ولا انتظار، وهذا الفراغ بيوجع أكتر من غيابه، لأنك مو بس فقدت إنسان، أنت فقدت عادة، فقدت روتين، فقدت معنى بسيط للحياة اليومية. والخطر الأكبر بعد الفراق إنك تحس حالك بلا هوية. في ناس بيبنوا كل هويتهم من خلال الشريك، يعني بصير يحكي وبكل فخر لكل الناس أنا نصه التاني، أنا كل شي بحياته، أنا حبيب قلبه وأنا اللي بيهتم فيني. وبس يروح الشريك فجأة بحس حاله ولا شي، نكرة. وهذا هو أخطر سؤال بعد الفراق، مين أنا بلا؟ إذا ما عندك جواب رح تغرق ورح تضل أسير علاقة خلصت من زمان، بس أنت عايشة كل يوم. بعرف إنك موجوع، بس لازم تفهم هالحكي اللي بدي إقلك إياه منشان ترتاح. الفراق مو نهاية، الفراق بداية، إما بداية لدوامة من الذكريات أو بداية لحياة جديدة. القرار عندك. الذكريات ما رح تنمحي، بس وجودها ما بيعني إنها تتحكم فيك. صدقني أنا كمان تعلمت من الماضي دروس تقيلة، بس ما وعيت غير وقت حسيت إنه مستقبلي عم يضيع وأنا لساتني واقفة مكاني. الماضي عطاك دروس، بس مستقبلك محتاج تكون حاضر. لا تخلي إنسان يسرق عمرك مرتين، مرة وقت كان معك ومرة وقت تركك. ما تسمح لنفسك تضل عايش بالسراب وهو عايش حياته بكل تفاصيلها. يمكن هلأ عم تسمعني وقلبك موجوع، يمكن لساتك ماسك صور أو رسائل أو حتى ذكرى صغيرة بتخليك تبكي، بس صدقني الحياة ما بتوقف عند حدا. وقت تطلع لقدام رح تكتشف إنك كنت عم تتمسك بشي ما بيستاهل. إجا الوقت لترجع لحالك، لأنك أنت مو نص إنسان، أنت إنسان كامل، ومانك بحاجة لحدا يكمل نصك التاني. الفراق وجع، بس كمان فرصة لتولد من جديد. حب حياتك وانطلق، وحتى لو من تحت الرماد. كل الراحة، الحب، الفرح بتمنى لكم يا أصدقائي. تضلوا بخير وبأمان الله.